السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بقى هنعمل بيتزا بالفراخ. تبلت البصل شوية كده وبعد كده حطيت عليها الفراخ بتاعتنا وحطيت لها التوابل كلها وحطيت لها معلقة كركم واعمل البيتزا واوريها لكم. اخواتي البيتزا بتاعتنا خلصت اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بس احط بقى الجبنة الموزاريلا، بس اهو احط الجبنه الموزاريلا على كله البيتزا بتاعتنا كلها. اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبكم. بس هوزع كل الموزاريلا على الصواني وارجع لكم تاني. وبس كده يا اخواتي، حطيت الحشوه بتاعتنا كلها اهو، ادخلها الفرن على فرن سخن. واللي طبعا مش عارف طريقه البيتزا، عملت لكم العجينه بتاعتها تعصيجة اللحمه زي تعصيجة الفراخ، والفراخ كمان حطيت البصله كده وبعد كده حطيت على الفراخ زي اللحمه. عندي على القناه هتشوفوا طبعا طريقه عمل البيتزا، اللي طبعا مش عارف. ايه بقى رايكم اخواتي؟ وانا بعمل البيتزا بتاعتنا ذبحت باقي البط بتاعنا ونضفته اهو ونقعته وبعد كده هغسله. اوريكم البيتزا بعد ما خلص. ودي بقى كانت البيتزا بعد ما خلصت اهو. قلت 3 صواني. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، تقولوا لي رايكم في البيتزا. بصوا اهي دي البيتزا دي الصغيره ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الجبنه الموزاريلا، ودي طبعا اكبر واحده اهو. ما شاء الله طعمها تحفه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. قولوا لي ايه رايكم بقى في البيتزا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تعالوا اتفضلوا كلوا معانا.